النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يزور الرجل قبر والديه في كل جمعة مرة، فقال صلى الله عليه وسلم: من زار قبر والديه في كل جمعة مرة وقرأ لهما ياسين كتب عند الله بارا من الأبرار. لو كان بالدنيا شوي مخربط طلع يا أبونا كان حاسس. من زار قبر والديه معناتها موجودين لك يا ابني. وقرأ لهما ياسين، عم يتنوروا بنور القرآن وعم يرضى عليك. شو فهم شلون الناس فهمانين الموت هالجسم ما عاد يصلح للحياة، صارت جراثيمه كتيرة، صار أمراضه كتيرة، بدك تم تتحمل آلام وأسقام. فرب العزة من رحمته خفف عنك الآلام والأسقام وقال لك تعال عندي إلى دار النعيم ودار الكرامة. تعبت أنت في الحياة، حاجتك تعال عندي. هذا موت اسمه؟ هذا نزعل عليه؟ المسلم ما فهمان الموت، نقعد نبكي عليه. لك لا يا ابني، الموت رحمة إلهية. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الموت تحفة المؤمن. التحفة الهدية يلي الله بيقدمها للمؤمن هي الموت. تعبان في الحياة، هموم وأحزان وأولاد ومرأة وشغل وبيت، يقول لك حاجتك تريك تعال عندي.